غنية عن التعريف منصة إنستغرام. الآن هي ثاني أكبر المنصات استخداماً بعد منصة فيسبوك. هاد الأيام ممكن تكون جاتك رسالة كتقول لك خاصك تبدل كلمة السر لإنستغرام، ولكن انت ما طلبتي والو. بعد أن تجاوز عدد مستخدميها النشطين 3 مليارات حول العالم حسب آخر إحصائيات. لكن هل بيانات مشتركيها آمنة محصنة من التسريبات؟ على ما يبدو أن الجواب لا، فقد سربت بيانات ما يقارب 17 مليون ونصف المليون مشترك. يا سي محمد، كيف ما سمعتي 17.5 مليون مشترك أو مستخدم انستغرام تم تسريب المعلومات ديالهم. تقدر تكون بين هادو، فلهذا واش بصح انستغرام تهكر فعلا ولا لا، ولا كاينه شي حاجة أخرى وراء هادشي كامل على إنستغرام؟ والمشكلة الكبرى أن تلك البيانات نشرت على أحد أكبر منتديات القراصنة على الدارك ويب. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. تقريبا هي المعلم 3 شهور وقريبا نريدو 4 من حنا فيديو، وصوبت هذا الفيديو يكون فيه دعم كبير باش نرجعو احسن فيديو ان شاء الله. قبل بداية هذا الفيديو ما تنساوش تضغطوا زر اللايك وتشتركوا في القناه اللي كيعجبك بحالنا ديال المحتوى، وتشكروا هكا الى الفيديو ديالنا. بزاف ديال الناس توصلوا، ولا بزاف ديال المستخدمين الانستغرام توصلوا هاد الايام بايميلات ورسائل جديده على منصه انستغرام باش انهم يبدلوا كلمه السر واخا هما ما طلبوا والو. دابا الحاجه الوحيده اللي غتحيك في بالك واللي هي حساب ديالك ما يكون تهكر، ولا غير غلط من شركه انستغرام وصلتها بالغلط، ولا شركه انستغرام غدير شي حاجه كلمه السر غتشوف الامن القومي. هادشي اللي غادي في هذا الفيديو، وهداك الشيء علاش ما تنساش تكمل حتى الاخر باش تعرف حسابك واش تخترق ولا لا. اول حاجه غادي في هذا الفيديو اللي هي ردة الفعل ولا اشنو قال شركه انستغرام ولا شركه ميتا القائمه على منصه انستغرام. منصه انستغرام اللي كتقول لك بلي ان هذا الشيء كامل لا منه حتى شي حاجه، وحتى شي حساب ما تخترق، وحتى شي حاجه ما تسربت معلومه لا ايميل لا حتى كلمه سر، وكتقول بلي ان هذا غير عطب تقني في السيرفرات ديالها. وباش تاكد الحمايه ديال المستخدمين انستغرام رسلت لهم بشكل جماعي واحد الكود، واحد الرساله كطالب بها انك تبدل كلمات السر. ربما ولا قدر الله وقعت شي حاجه تفادوا الاغلاط ولا تفادوا التهكير في ديك الوقت، حيت مثلا الا وقع شي عطب في السيرفرات الهاكر يقدر بسرعه يخترق شي حساب. دابا غادي يقولوا بلي حتى شي حاجه ما تخترقت والو انستغرام ردات بهذا الشيء. يعني علاش داير هذا الفيديو اصلا؟ علاش بغيت نقول لك بلي انستغرام ماشي اسبوع باش تهكر هذا ولا اسبوع باش تخترق، تقريبا 4 اشهر عاليه هذه كما سمعتي 4 اشهر. وشركه انستغرام كيف كما العاده ديالها ما كتقولش لك الغلط ولا شنو واقع ولا حتى شي حاجه باش ما تخسر المستخدمين ديالها. نزيد لكم واحد الحاجه بلي انستغرام دارت هادشي كامل غير باش تسكت مثلا بحال مواقع التواصل الاجتماعي شنو واقع، وباش تبرر راسها وما وقع والو حتى شي حاجه وما تحت لها السوق ديالها. صوت هذه الرساله وطمأنتهم بلي ما وقع حتى شي حاجه، وهادشي كامل كذوب. ما تنساوش بلي انستغرام راه فيها 3 مليار ديال المستخدمين ديالها حول العالم وناشطين شهريا، يعني 3 مليار تقريبا كل شهر كتدخل على انستغرام ناشطه فيه. يعني التسريبات او المعلومات ديال 3 مليار شخص يقدر الهاكر يخترقها في ثواني معدوده ويبيعها في الدارك ويب. ولا حبيبي مشات لك المعلومات ديالك الدارك ويب تباعت، فانت مثلا حتى قيمه عندك، مثلا عندك حتى شي حاجه برايفت ولا شي حاجه خاصه بك انت. دابا وليتي كلشي معروف عليك، حتى شي حاجه ما ديالك ما خاصه، مفروش من الاخر. دابا شنو هو الخطير في الامر؟ الخطير في الامر سيدي هو ان شركه انستغرام ما كتعلمكش ابدا اللي راه وقع باش حتى الا كان شي مشكل تفادى انت الخطر. مثلا تبدل كلمات السر، تبدل تحيد كاع الحساب ديالك انت، وهادشي اللي ما بغاتش هي داكشي علاش ما كتعلمش المستخدمين ديالها لان شي حاجه وقعت. وهذا امر خطير اللي خص انستغرام تعاقب عليه قانونيا. ودابا هذا شنو خصنا نديرو؟ تخترق انستغرام والحسابات مشاو. اول حاجه خصك دير السيدي اللي هي تبدل كلمه السر، حيت واخا دابا انت درتي واخا تكون كلمه السر قويه ولا اي كلمه السر كيف ما كان نوعها ضروري خصك تبدلها دابا حاليا،
حتى شي نهار تلقى راسك في شي بلاصه اخرى مصورك مبيوعين في شي بلاصه اخرى ولا اي حاجه من هذا القبيل. وثاني حاجه تدخل اعدادات الانستغرام وغتقوم بتفعيل تحقق بخطوتين باش توفر امان اكثر من انك تبدل كلمات السر، وشي غادي يعاونك بزاف. واحد الحاجه اللي مهمه بزاف واللي هي اي تطبيق ديال اللي ضربت مع انستغرام كيف ما كان، مثلا بحال دوك التطبيقات ديال انستغرام اللي بحال داك ايديتس ولا تير ولا بحال هكا، خاصك تحيد ليها الرابط ولا افضل ما تكونش مرتبطه وياه، حيت في اي لحظه كلشي غادي يمشي ليك في دقه واحده. السؤال المطروح دابا واش هادشي كامل ممكن يتعاود ولا لا؟ بطبيعه الحال هادشي كامل ممكن يتعاود. الامن السيبراني ولا الهاكينغ ولا اي حاجه متعلقه بالاختراق كل عام كتطور، باش ما هما كيطوروا نظام الحمايه باش ما حتى الهاكرز كيطوروا نظامات الاختراق والاساليب ديال الاختراق السو. هذاك الشيء علاش خصنا ناخذ الحذر الحيطه ديالنا باش ما كنتي واعي، باش ما الخطر كيقل. هذا كان فيديو خفيف ظريف مواكب لهذا الشيء اللي واقع دابا، وبغيت نقول لكم واحد الحاجه، نهنئكم على فوز المنتخب المغربي بكاس افريقيا. تلقاو الفيديو الجاي. تهلاو.